أعزائي مشاهدين قناة خلطبيطة كورة، أهلا وسهلا بكم في وداعية ديربي الميرسيد سايد. محمد صلاح بيتألق وبيسجل في فوز ليفربول على ايفرتون 2-1 في مباراة كانت مباراة متوسطة، او نقدر نقول هي مباراة مملة. ما كانش فيها نقول ايه، ما كانش فيها لعب كتير، ولكن صلاح بيسجل اول هدف على الملعب الجديد لايفرتون في تاريخ ديربيات الميرسيد سايد، وبيسجل الهدف التاسع ليه عشان يعادل ستيفن جيرارد اكتر من سجل في الديربي بين ليفربول وايفرتون، هو محمد صلاح وستيفن جيرارد ب9 اهداف. ليفربول النهارده عمل اداء كان سيء وممل. ايفرتون كان ضاغط اول نص ساعه، وعكس اتجاه اللعب صلاح بيسجل هدف من تمريره جميله من جاكبو، وبعدها ليفربول سيطر على المباراه لكن بدون خطوره. الشوط الثاني دفاع ليفربول كان عدد دفاع ضعيف، جون ل ايفرتون هدف التعادل، وفي الدقيقه الاخيره بعد احتساب 11 دقيقه وقت اضافي استطاع فيرجيل فان دايك يسجل هدف من كورنر عشان يفوز ليفربول ويبتعد ب8 نقط عن تشيلسي في صراع التأهل للشامبيونز ليج. وبنسبه كبيره كده ليفربول بيقرب اللي هو يلعب شامبيونز ليج الموسم القادم. كمان يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم مش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتدعمونا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.